رسالة من الشيخ محمد الماحي نياس الخليفة موجهة إلى جميع مقدمي وتلاميذ الشيخ إبراهيم نياس أبوجة 30 ربيع الأول 1447 هجرية. الحمد لله الذي أمر بعبادته ونهى عن معصيته وجعل التقوى وصية للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. النساء 131. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، القائل: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. رواه مسلم. أما بعد، فإني أنا العبد الفقير إلى ربه، الخليفة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس، أتوجه بهذه الكلمة الجامعة إلى جميع مقدمي وأتباع الفيضة التجانية المباركة، سائلاً الله أن يجعلها كلمة حق وهدى ورحمة. أيها الإخوة الكرام، لقد أوصانا شيخنا رضي الله عنه وصايا عظيمة، من أعظمها التآلف والتحابب في الله، والكف عن أذية الإخوان بعضهم للبعض. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الحجرات 10. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. وإنما حدث مؤخراً من خصومة وجدال عقيم بين بعض الإخوة قد شغل الناس عن المقصود الأعظم من طريقتنا، وهو مراقبة الله ومعرفته وشهوده. وإنني أعلن بصفتي خليفة للطريقة وبالنيابة عن شيخنا رضي الله عنه أمراً صريحاً للطرفين المعنيين بما يلي: 1. إيقاف فوري لكل ما ينشر من كتابات أو تسجيلات أو بيانات حول هذا الخلاف مهما كان نوعها أو صيغتها، مع القيام بمحو ما هو موجود منها في تطبيقات التواصل الاجتماعي. الدخول في مصالحة شرعية خالصة لله يعتذر فيها كل طرف عما صدر منه في حق أخيه، ويقبل الآخر اعتذاره لتصفو القلوب وتعود الأخوة كما أرادها الشيخ رضي الله عنه. 3. التوبة النصوح والرجوع إلى الله وفتح صفحة جديدة تبنى على الصفاء والمحبة ونسيان ما مضى. وأحذر الجميع من خطورة مخالفة وصايا الشيخ رضي الله عنه، وبالأخص الرسالة التي سماها الشيخ بالرسالة الواجبة، فإن تركها سبب للحرمان والعياذ بالله. وأكلف الشيخ محمد المكي إبراهيم نياس بالتنسيق مع السادة مقدمي موريتانيا للتواصل مع الطرفين في أسرع وقت وإتمام إجراءات المصالحة الشاملة التي تنهي هذا الخلاف، نصحاً لله ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا ويغفر زلاتنا ويردنا إليه رداً جميلاً. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آل عمران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخليفة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس، خادم الأمة.